أهلا بكم. بداية، لا تنسوا الصلاة على النبي، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كشفت تقارير صحفية صباح اليوم عن وضع إدارة ريال مدريد الإسباني خطة بديلة في حال عدم التعاقد مع كيليان إمبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن ريال مدريد يتطلع بشتى الطرق للتعاقد مع كيليان إمبابي، لأنه الفتى الذهبي الذي ينتظره عشاق الفريق الملكي. ولكن في حال عدم الوصول لإمبابي سيكون بديله في ريال مدريد هو دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي. يوفنتوس قد كان عرض فلاهوفيتش للبيع بعد نهاية الموسم الماضي بسبب الوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي في الوقت الحالي، وقد وصل سعر اللاعب صاحب 23 عاما إلى 70 أو 80 مليون يورو. وما أجل النادي الملكي في التفاوض معه هو انتظار الفتى الذهبي كيليان إمبابي. وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لديه 3 مهاجمين في الفريق، وهم فينسيوس، رودريغو، وجوسيلو الذي لم يشارك بصفة مستمرة مع الفريق، وبالتالي يتطلع لإرضاء الجماهير بصفقة قوية قبل الموسم الكروي الجديد. ويمتد عقد فلاوفيتش مع يوفنتوس حتى عام 2026، وفي حال عدم التعاقد مع إمبابي سيكون اللاعب الصربي بديلا له حتى صيف 2024. وهكذا يكون انتهى الفيديو أحبتي في الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لتصلكم كل الحلقات.